ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ بصراحه انا مش محضر حاجه النهارده، انتوا عارفين بقى زحمه الامتحانات والعيال وبتاع. بس جه على بالي كده على اخر لحظه ان احنا نتكلم مع بعض عن موضوع شاغلنا كلنا، وانا اولكم. ايه اللي هيحصل في الاقتصاد واللي هيحصل في سوق العربيات في 2026؟ طبعا كلنا شايفين ان 2026 خلاص بدأت، ودلوقتي مش عارفين السوق مودينا فين ولا جايبنا فين. وفي ناس كتيرة عاملة تصريحات الحق، اللي مش هيلحق يشتري عربية دلوقتي هيندم. دي آخر فرصة عشان خاطر تشتري عربية، وتصريحات زي كده كتير. بس يا ترى الواقع بيقول ايه؟ فعلا 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 في 2026 الدنيا هتغلى مننا، ولا الموضوع هيحصل فيه استقرار؟ بص يا جماعة، أصعب مرحلة عدت علينا كانت 2023 2024، اللي ساعتها الدولار في السوق الموازي سمعنا أرقام 70 و80، وفي ناس كانت بتسعر العربيات على 100 جنيه كمان، ده غير كل المنتجات. احنا بس اللي نسينا، والدولة عملت كذا طريقة وكذا مبادرة، وبرضه كانت الدنيا كانت صعبة شوية لغاية لما ربنا كرمنا وحصلت صفقة رأس الحكمة اللي احنا شايفينها صفقة سياسية شوية أكتر ما هي صفقة اقتصادية، والحمد لله الموضوع عدى على خير. حتى موضوع قطاع غزة برضو عدى على خير الحمد لله. دلوقتي الضرب اللي كان شغال في غزة وقف بشكل كبير جدا، والموضوع بتاع ايران هدي، وكلها دلوقتي ايه، راحة في سكة مناوشات مش اكتر. احنا بالنسبة لنا بقى احنا بنتكلم في تحويلات المصريين للخارج، او الفلوس اللي بتجيلنا من بره زادت. بعد ما كانت وصلت 15 و16 مليار، احنا بنتكلم في حاجة و30 مليار دلوقتي. السياحة نفسها رفعت جدا، قناة السويس الحمد لله ربنا كرمنا ورجعت تشتغل تاني. بمعنى كده ان 2026 بنسبة كبيرة جدا هيحصل فيها استقرار في المدخول الدولاري لمصر. يعني انت من الاخر كده مش هيبقى عندك ايه مشكلة في العملة الصعبة. فاحنا بنتكلم ان الدولار هيفضل زي ما هو بيلعب في رينج 47، وممكن نشوفه 46 كمان. على صعيد تاني بقى، زي ما احنا بنشوف دلوقتي البنك المركزي المصري نزل جامد في اسعار الفايدة، وفي فلوس كتير هتخرج من السوق، وخصوصا في اول السنه عشان شهاده ال27% اللي خلصت دي. فده تعمل سيوله جامده جدا في ايد الناس، فممكن يبقى في ضغط على الاسعار شويه، ممكن نلاقي اوفر برايس بسيط رجع على انواع معينه من العربيات. بس الموضوع ده مش هيستمر كتير، بالعكس ده يحصل بالانس او يحصل توازن في السوق. ليه؟ عشان البنك المركزي كده كده قلل في سعر الفايده، فالشركات اللي بتقترض فلوس عشان تجيب شحنات من بره بتاخد بسعر قليل من البنك، فهتحط هامش ربح مش عالي قوي، فبالنسبه لهم تكلفه الانتاج هتبقى قليله. فبعد موجة التضخم البسيطة اللي ممكن نشوفها هتحصل بسبب السيولة اللي هتنزل في السوق، ممكن نلاقي برضو موجة ترجع تاني من تراجع الأسعار. يعني احنا بنتكلم في سكة استقرار من أول شهر 5 أو شهر 6. هتكون البنك المركزي خلاص ثبت أسعار الفايدة، هنكون الفلوس خلاص اتضخت في السوق وخلصت. ده غير كمان ان في انواع عربيات كتير متوقع ان هي تنزل في السوق في بداية 2026، فده برضو هيكسر المنافسة او هيعمل زي نوع من انواع المنافسة جامد جدا، فهيخلي ان برضو العربيات اسعارها ما تغلاش، عشان ان اللي هيغلى هتروح تشوف غيره. في كل فئة دلوقتي في كذا عربية، والجديد ده حتى لو انت مش مقتنع بيه هيضغط على السعر القديم، او على الاقل هيثبت سعره. وبالنسبة لسوق المستعمل، متوقع ان اسعار المستعمل في شهر 1 وفي شهر 2 تعلى حاجة بسيطة، وبعد كده ترجع تهدى تاني، برضو عشان سيادة العرض والطلب والفلوس اللي بدأت تتضخ في السوق. ومع وجود عربيات كتير تسليم فوري، ومع وجود فاريتي كبيرة جدا من العربيات اللي موجودة في عربيات الزيرو بالذات، وأسعار قطع الغيار وأسعار الصيانات والحاجات الجميلة دي كلها، والحاجات اللي بتدي ضمان 7 سنين وصيانات مجانية، فده كله هيضغط غصب عن الناس على سعر المستعمل. ما هو مفيش حد في الدنيا عاقل يسيب عربية زيرو ب650 ألف أو ب700 ألف وعليها ضمان كبير، ويروح يشوف عربية مستعملة ما بتقدمش أي حاجة خالص بسعر قريب من السعر ده. ومفيش عقل برضه يقول إن النيسان صاني الجديدة سعرها 700 ألف جنيه، وراح أجيب أنا المستعملة ب650 ألف. فكده كده لازم يحصل بالانس، ولازم يحصل توازن بين سعر العربيات. بالنسبة بقى لأسعار السلع الاستهلاكية كلها برضه نازلة إن هي تبقى سعرها هادي شوية. هنشوف عروض تقسيط كتير من غير فوائد، بالتعاون طبعا مع الماركات وسلاسل المحلات، ودي شفناها في سامسونج، وشفناها في عرض البلاك فرايداي، وشفناها في عرض عيد ميلاد كارفور والكلام ده كله. ده غير الخصومات اصلا اللي شغاله على سعر الاجهزه. زي ما قلت ان الاجهزه كده كده دلوقتي البنك المركزي لما يقرض باسم مبلغ قليل، فالشركه دوره التشغيل بتاعتها هتبقى اهدى شويه، وفي نفس الوقت هامش الربح بتاعها هيبقى معقول. وبس ده كان كل حاجه النهارده. يا ريت تشاركونا رايكم في الفيديوهات، ايه اللي هيحصل في السوق الفتره اللي جايه، ولو عجبكم المحتوى ده من الفيديوهات يا ريت تقولوا لي.
لو تحبوا نقعد ندردش شويه مع بعض عن الاقتصاد وايه احسن حاجات نقدر نستثمر فيها الفتره اللي جايه، ومستقبل الذهب ايه ومستقبل العقارات ايه، يا ريت برضه تقولوا في الكومنتات. واشوفكم الفيديو الجاي. كان معاكم مؤمن سيد، سلام. ده يا جماعه القط اللي كان قاعد مزاولني ومزاولكم طول القعده. يلا اعمل باي باي. باي باي. يلا سلام.